نقلنا الطوب مبنى مسرح البالون بيتوضع. انا حضرت جميع بطولات نادي الزمالك. انا حبيت الزمالك وحماد امام ده لسه ناشئ. اسعد لحظاتي لما بجيب سيره الزمالك. انا بقعد اصلي طول النهار يوم الماتش. نزلوا الكوره بطياره هليكوبتر، اللعيبه خافت واحنا كنا في الدرجات برضه خفنا. جمهور الزمالك ده اعظم جمهور في العالم، جمهور وفي. اول مره بقى اخرج في مظاهره مع جمهور الزمالك كنت سعيد جدا. الزمالك حياتي كلها. بدايتي مع الزمالك من سنة 55، كان عندي حوالي 9 سنين. أنا مواليد 1946. أول مباراة شفتها للزمالك كانت في كأس مصر سنة 57، كان النهائي بين الزمالك والمصري، كان جول المصري قصده، وكسبناهم 3-0، واللي جاب الثلاث اجوان لعيب اسمه زامر عزت. واول مره بقى اخرج في المظاهره مع جمهور الزمالك بعد الماتش واهتف وبتاع، كنت سعيد جدا. هو الماتش شفته في ملعب الزمالك اللي هو كان مكان مسرح البالون حاليا، كان مع فريق الستار اليوغوسلافي، وتعادلنا 3-3. وكان بقى اول مباراه يلعبها الناشئ محمد رفاعي، لما نور الدالي كابتن نور الدالي، طبعا مع احتفاظ بالالقاب للجميع، مع الكابتن نور الدالي اصيب فلعب باك شمال، ولما جه بقى كابتن ابو رجيله ظهر فاتنقل محمد رفاعي بقى باك يمين وابو رجيله باك شمال. سنه 59 نقلنا الطوب مبنى مسرح البالون، مكان مسرح البالون، لبيتوضع. كنا صغيرين ونحمله على عربيات كارو ونجري، كان بداء، ما كانت ارض زراعيه، كان بداء ونجري جنبها ونيجي عند النادي وننزل الطوب وبتاع، وكنا فرحانين فرحه غير طبيعيه ان احنا يعني بنبني النادي. كنا سعداء اكثر من المقاول نفسه اللي بيبني النادي. حضرت افتتاح النادي الزمالك في بيت عقبه، كان مباراه مع ذكرى التشيكي وكسبناها 2-0. وكان نزلوا الكوره بطياره هليكوبتر، نزلت الكوره في الملعب، اللعيبه خافت واحنا كنا في الدرجات برضه خفنا. انا حضرت جميع بطولات نادي الزمالك. اول بطوله كانت سنه 59-60، كسبنا الاهلي في اخر مباراه 2-1، وخدنا سنتها الكاس برضه، كان مع الاولمبي في اخر مباراه كسبناها 1-0. واللي جاب الجول في الكاس عصام بهيج، واللي جاب في الدوري الجولين 2-1 كان عصام بهيج برضه، وكان خليل سعد، وكان ده لعيب مصري من اصل السودان يعني. انا حبيت الزمالك وحماد امام ده لسه ناشئ، واتفرجت له على ماتش في ملعب اللي هو كان مسرح البالون، هو ناشئ، كانوا بيلعبوا مع شمال القاهره، كان ابوه حاكم قطاع غزه، فكانوا جايبينه كان يجي في طياره خاصه يحضر وهو ناشئ لسه، وكسبنا يومها شمال القاهره 34-0. حماد امام جاب 15 هدف. انا ما اقدرش اقول ان ابويا ليه السبب، ابويا ما كانش ليه في الكوره، لكن اعتقد احنا كنا ساكنين في بيت في صلاة القبه، بيت عائله عبد الحافظ، كانوا كلهم زملكاويه، احنا دخلنا البيت ده وانا طفل صغير سنتين ولا حاجه، فانا كلها زملكاويه، اكيد كان لهم تاثير. انا بقى يعني لغايه سنه 60 والدي توفى، نقلت دمياط، بلد ما فيهاش زملكاويه بالمره، بنسبه 100% اهلاويه، بس انا جاي لهم زملكاوي، ففضلت محافظ على زملكاويتي. خدت ثانويه عامه من هناك ورحت راجع القاهره تاني، فالحمد لله فتره الشباب دي ما عملتش حاجه غلط، كان كل تفكيري في الزمالك. كنت انا بروح الزمالك اتفرج على الماتش، كان الماتشات زمان الساعه 3، اروح اتفرج على الماتش، في بعدها ماتش سله احضره، في ماتش طايره احضره، في ماتش مره حضرت ماتش ملاكمه، انا كنت رفيع قوي كده فما ينفعش ان انا اتفرج على الملاكمه، لكن اتفرجت على الملاكمه. الزمالك كان بالنسبه لي هو الحصن اللي منع عني. انا ساكن مع طلبه، كان في حاجات كتير غلط بتتعمل، بس انا ما كانش في دماغي حاجات كتير اسعدتني كتير قوي قوي. عايز احكي بس على سنه 94، كنت في الامارات، كان في عندنا نادي اسمه النادي المصري، نادي الرجاله المصريه يعني، كنت انا نائب رئيس النادي، والزمالك جاي يلعب مع نادي الهلال السوداني مباراه على كاس اسمه كاس الوفاء، فانا كلفت من النادي ان انا ابقى مصاحب للاعيبه الزمالك، فكنت بالشبه يعني بروح شغل الصبح واطلع من الشغل على النادي، اقعد معاهم لغايه ما يناموا بالليل وارجع لهم ثاني يوم وهكذا. وكسبنا الماتش ده، ومعايا يعني كان من ضمنهم بقى الله يرحمه الناشئ محمد صبري، كان ايمانويل، كان كابتن الفريق كان هشام يكن، كان معاهم عصام مرعي واسماعيل يوسف، كل اللعيبه دي كلها موجوده، كانت موجوده معانا. وارضنا بقى كان يوم جميل جدا جدا خلاص، وكان الكابتن الجوهري هو المدرب.
محمود الجوهري، وايه جمهور الزمالك جاي عايز يشوف لعيبه الزمالك. فعملنا حفله عشاء لهم في النادي في الفندق اللي كانوا فيه، وجه جمهور الزمالك يتفرج عليهم، بس كابتن الجوهري رفض ان هم يتعشوا معانا، فقعدهم بس 5 دقايق لغايه ما صورنا معاهم. كنا جايبين علم طوله 30 متر وقعدوا يرقصوا بيه يطبقوه وهم بيرقصوا بيه في قلب الفندق. يعني اسعد لحظاتي لما بجيب سيره الزمالك، وانا عندي اتهام بيتهموني ان انا ما بخلصش الزمالك ابدا، ان مهما الزمالك يعمل ما بيعملش حاجه غلط. في سنه 63 ضاع مننا الدوري والكاس في 5 دقائق، الدوري ضاع قبل بقول لك لغايه الدقيقه 40 احنا كسبانين 3-1. حسن الشاذلي كورتين، كان الجول بتاعنا عبد الصمد من تحت باطه تك 2 اتعادلنا خدوا الدوري. في نفس السنه نلعب في كاس مصر النهائي مع الاتحاد السكندري كسبانين 1-0، وعمالين نضيع اجوان في نص الشوط الثاني الاتحاد بيتعادل واحنا بنسنتر واحنا جايبين الثاني. الموضوع خلص بقى، فضلنا على الماتش 3 دقايق. راح احمد صالح كان السيرفاك بتاع الاتحاد وكان جسمه ضخم كده، راح طلع قدام جري بالكوره وهو جنبيه كان الكبير يعني لطش الكوره 3 اتعادلنا. فانا بقول لزميلي اللي معايا بقول له احنا مش هناخد الكاس الا باكسترا تايم، مفيش دقيقه ثانيه. راح جريه ثانيه وهم. فسنه 63 دي سنه حزينه جدا، تختلف عن سنه 2003 اللي خدنا الدوري بتاع الدوري سيد عبد النعيم، ولا 78 بقى اخذنا الدوري بفرق هدف لما اتفقوا مع المحله انهم هيكسبوا 4-0. فلما احنا جبنا جون تاني كان لازم يكسبوا 5 بقى، المحله زرجنت، احنا متفقين على 4. انا العيله عندي كلها زملكاويه ما عدا احفادي، ربنا رزقني بجواز بناتي الاثنين اهلاويه وطلعوا اولادهم اهلاويه. لكن عندي ابن الله يرحمه المرحوم احمد ابني كان زملكاوي صميم يعني، وكان هو اللي بيحضر معايا الماتشات، وكان بقى يعني الله يرحمه توفى سنه 2021، وكان هو لي مهندس كبير يعني خريج هندسه الشمس اهو الله يرحمه. بقى محمود ابني بقى برضه زملكاوي بس يعني ما يعني شغله دقيق جدا، فما ما بيقدرش يحضر ماتشات. ولاده برضه طالعين اهلاويه لان جدهم عن الام يعني كان اهلاوي جامد يعني. انا بقعد اصلي طول النهار يوم الماتش، ولو الماتش حجر اروح قايم سايب الماتش واروح اقعد اصلي والماتش شغال، لكن ما اقدرش يعني ما حدش يتفرج معايا في الاوضه، يعني بتفرج في التلفزيون محدش يتفرج معايا ولا حد يفتح باب الاوضه عليا حتى ولا الزملكاوي. لكن في الاستاد الحمد لله يعني ببقى اعصابي اهدى شويه في الاستاد، لان بلاقي زملكاويه كتير انا احس ان انا مش زملكاوي، ده مهووسين عني. يعني بحس ان في ناس زملكاويه اكبر مني بكتير، لكن بقى انا بقى يعني ببقى سعيد قوي 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 وانا جوه نادي الزمالك. الزمالك حياتي كلها. انا يوم ما خطبت وانا لسه خاطب قلت لخطيبتي هو في حاجه هتشاركك اللي هو الزمالك، ولو في ميعاد معاكي وميعاد مع الزمالك وفي ماتش للزمالك هسيبك واروح الميعاد بتاع الزمالك. حتى كنت قاعد معاها في الكافيه واحنا مخطوبين، وبعدين الماتش بدأ بتاع الزمالك كنت سايبها وقعدت تتفرج على على التلفزيون. فكان الاتفاق، وهي زملكاويه متعصبه الحمد لله لسه معايا لغايه دلوقتي يعني ما زعلتش ولا حاجه، مع انها ما كانتش زملكاويه بس دلوقتي بقت زملكاويه متعصبه. سنه 75 كنت براقب في المحله في الثانويه العامه، كنت انا في الكنترول وانا اللي بمر على على اللجان عشان اشوف الصور بتاعت الطلبه. فكان في 2 لعيبه لطفي الشناوي وواحد اسمه توتو. لطفي الشناوي كان اساسي في ماتش المحله. اول يوم في الامتحانات كان ماتش دور قبل النهائي بين المحله والاسماعيلي، فطلبوا مننا اللعيبه، فانا خدتهم من اللجنه وسلمتهم لغايه الباص وخدت منهم ورق الاسئله وسافروا كسبوا الاسماعيلي وهيلعبونا احنا بقى في النهائي. كان هم سنه 74 كانوا بيلعبوا في كاس افريقيا والسحر ومش السحر وبتاع، كان الجول بتاعهم عبد الستار علي. انا بقى رحت الاستاد، كنت اول سنه متجوز وخدت مراتي معايا الاستاد. عبد الستار علي يشرب شفطه ميه ويبخ في الجون، وان الكره تخش جون مفيش فايده. راح واحد من الجمهور ناطط وجري وراح واخد ازازه دي ورميها على المدرجات والجمهور يهلل. مفيش دقيقتين راح حسن شحاته جايب الجون، كسبنا خدنا الكاس. فتاني يوم بقى بمر على اللجان فبقول له لطفي الشناوي، بقول له يعني انت عايزين تكسبوا بالسحر؟ قال له والله ميه عاديه بس الجمهور دي واقع يعني من الواقع. جمهور الزمالك ده اعظم جمهور في العالم، جمهور وفي. يعني انا حتى اصحابي الزملكاويه كلهم ما فيش واحد فيهم يعني عايز اقول الوفاء يعني مش كلمه سنظل الوفاء دي كلمه عاديه، ده فعلا سنظل الوفاء. ومهما الزمالك عمل زعلنا ما زعلناش احنا مع الزمالك في كل الاوقات وفي كل وقت. وانا سعيد جدا وانا بتكلم على الزمالك. لا تتخيلوا سعادتي قد ايه. انا 81 سنه بس ما عرفش يجيب لي لا سكر ولا ضغط، الحمد لله ما عنديش لا سكر ولا ضغط. لكن الزمالك بيجيب له جمهوره لا ما بيجيبش. اهو 81 سنه لا عندي لا سكر ولا ضغط.